واش عرفتوا أن المغرب عنده أسلحة متطورة كتخلي أي خصم يوقف حائر. خليكم معايا باش نوريكم شنو اللي مخبيين. المغرب فالأجواء ديالو عنده واحد القوة كبيرة بزاف. الطائرات الحديثة اللي كتدير المراقبة والهجمات بدقة، طائرات حربية كتقدر توصل لأي منطقة في البلاد، تقنيات حديثة باش تكشف أي تهديد قبل ما يقرب. وهذا الشيء خلى المغرب يحمي سماءه فصمت بلا ما يكون عنده أي ضجيج إعلامي. ولكن النتيجة واضحة، كل اللي حاول يهدد المغرب كي يتفاجأ. الأرض الجيش المغربي ماشي ضعيف أبداً، عنده دبابات حديثة وصواريخ دقيقة اللي كتخلي أي معركة محتملة تحت السيطرة. المثير أن المغرب كيشتري هذه الأسلحة بطريقة سرية، والهدف واضح: حماية الحدود والسيطرة على أي تهديد. ومنسوش الفرقة التدريبية اللي كتستعمل كل هذه المعدات بكفاءة عالية، وكتعرف متى وكيفاش تستعمل كل سلاح باش يكون أقصى تأثير. المغرب ما كيكتفيش بالقوة الصلبة فقط، ولكن كيعتمد على الذكاء العسكري، التخطيط، المراقبة، تحريك القوات في الوقت المناسب، وحتى توعية الشعب بالقوة ديال بلاده. هالتوازن بين الأسلحة الاستراتيجية والوعي الشعبي هو اللي كيخلي المغرب قوة إقليمية صامتة. إذا عجبك الفيديو وعجبك هذه النوع من الحقائق، دير لايك وتشترك في القناة باش توصل بكل جديد، واكتب لي في الكومنت وش كنت عارف هالتفاصيل على الأسلحة المغربية.